تعيش الندم على اللحظة الفائتة، لكنك ستعيش الندم مجددا على اللحظة الحاضرة إذا ضيعتها هي الأخرى. ثم إن كل تصوراتنا عن النجاح تقليدية كلاسيكية. نفترض أن النجاح يبدأ من نقطة محددة ليصل إلى نقطة محددة وفق مسار معتاد معروف، مثلا الدراسة المتوسطة، فالدراسة العليا، ثم الالتحاق بوظيفة والتدرج فيها، وهكذا. فإذا لم نلتزم بهذا المسار وهذا المعيار للنجاح اعتبرنا أنفسنا قد فشلنا. تقييمنا للنجاح مرتبط بتقييم الناس. ما الذي يراه الناس نجاحا؟ ما الذي يريده الناس لنا؟ ما الذي يتنافسون فيه وعليه؟ لماذا لا يصنع المرء منا عالمه الخاص بنفسه، يحدد فيه قواعده ونوع النجاح المناسب له؟ فالذي يناسبك لا يناسب غيرك، والذي يناسب غيرك لا يناسبك. فلا تفرض مقاييسه عليك ولا تفرض مقاييسك عليه. وعندما تبدأ من جديد ستهجم عليك مشاعر سلبية من يأس وإحباط، مثل الذي يحاول أن يقف فيقع. هذه مشاعر طبيعية. الأمر غير الطبيعي أن تستسلم لها. الفارق بينك وبين الآخرين الذين نجحوا هو أنهم لم يستسلموا وأنت استسلمت. صباح الخير، عاملين ايه يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. دي حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الدردشة الصباحية. كنت عايزة أتكلم النهاردة في موضوع أنا شايفاه موضوع رائع جدا وملهم جدا. كان الكاتب إسلام جمال بيتكلم عنه في كتابه فاتتني صلاة، وكان بيتكلم عن إن قبل سنة 1954 كان الناس كلها عندها اعتقاد إن مستحيل حد يقدر يجري ميل واحد في 4 دقايق، لحد سنة 1954 جه واحد اسمه روجر بانستر قدر يجري ميل واحد في أقل من 4 دقايق، مش في 4 دقايق بس. المثير للدهشة في الموضوع ده إيه؟ إن في نفس السنة دي قدر 37 واحد تاني من ممارسين رياضة الركض إن هما يعملوا المسافة دي ويجروا الميل ده في 4 دقايق أو أقل. لما اتسأل بعد كده هو ازاي قدر ان هو يعمل كده، كانت الإجابة دايما ان هو لما بيجي يتمرن بيتخيل نفسه هو بيكسر الرقم ده عالميا ما. والموضوع ده رائع جدا لان هو مش بس اشتغل معاه، ده هو اشتغل مع 37 رياضيين التانيين اللي كان عندهم دايما اعتقاد في دماغهم ان هما مش هيقدروا يعملوا كده، ففعلا ما كانوش بيعملوه. لكن لما غيروا الاعتقاد بتاعهم لانهم شافوا حد تاني بيعمل كده، غيروا الاعتقاد بتاعهم وهم كمان قدروا يجروا ميل واحد في 4 دقايق او اقل. في امثله كتير على الموضوع ده، زي مثلا محمد علي كلاي، ايوه، اللي كان دايما بيقول انا الاعظم قبل ما يعني يعتنق الاسلام، وبعد كده غيرها لحاجه تانية على نفس السياق. الموضوع ده بجد مهم قوي نفكر فيه، لان انتوا لو فكرتوا فيه يا جماعه هتلاقوا ان سلاح ابليس الوحيد بجد هو ان هو يوسوس في دماغك ويحط في دماغك افكار سلبيه. ويمكن عشان كده اعظم عباده بجد هي عباده مجاهده النفس، ان انت تجاهد نفسك وسط كل حاجه بتحصل وتخلي نفسك عندك افكار ايجابيه وتقول لا، انا ان معي ربي سيهدين حرفيا.